بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم فاطمة الزهراء، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن رؤية السحر. لما يشوف الرأي سحر او طلاسم في المنام هنعرف اهم التفسيرات المتعلقة بيه. لما يشوف الرأي ان في سحر موجود في البيت عنده، فمن الرأي اللي شوية بتدل على قيام اهل البيت باعمال سيئة او بسلوكات سيئة او بمعاصي. احيانا بتدل على قلة الايمان للشخص صاحب البيت. كمان رؤية السحر في المنام احيانا بيدل على احيانا بيكون انذار للرأي بقدوم شر او بقدوم اذى ليه. لما يشوف ان هو بيقاوم السحر، فمن الرؤية اللي بتدل على حكمة وعلى قدرته في اقناع الاشخاص التانيين. الساحر بقى في المنام من الرموز اللي بتدل احيانا على السفر وعلى استمتاع بالسفر ده. رؤية السحر برضو من الرموز اللي ممكن احيانا تدل على عدم قدرة الرأي على تيسير امور حياته، وان حياته واقفة او حياته معطلة، او عدم تدبيره لاموره بشكل عام. ممكن تكون امرأة متزوجة فتكون مش عارفة تدير امور بيتها. كمان رؤية مكان السحر من الرموز اللي بتدل على مكان بيرتكب فيه معصية أو بيرتكب فيه ذنب. مكان السحر كمان من الرموز اللي ممكن تدل على وجود شر أو وجود أذى للرائي، فعليه إن هو يحذر. كمان رؤية تكرار رؤية السحر في المنام من الرموز اللي ممكن تكون بالفعل إصابة الرائي بسحر أو بحسد.